غدا تهجر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير لإصلاح ذات البين. الإصلاح يضم الجماعة ويزيل الفرقة، الإصلاح مبعث الأمن والاستقرار، الإصلاح مصدر الهدوء والطمأنينة. نرحب بكم مجددا، نرحب بكل من يتواصل معنا، من يتصل بنا ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية في هذه الحلقة من حلقات برنامج والصلح خير. فهو عدد خاص نتحدث فيه عن الوقف النسوي. نرحب بكم ونرحب بكل من يتصل ويتواصل معنا، نرحب بكل من يلتقطنا أيضا، ونرحب أيضا بكل من يعرض القضايا عبر المباشر. قبل هذا وذاك دعونا نشاهد ونستمع إلى الأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، والتي نتواصل من خلالها معكم لعرض قضاياكم، خلافاتكم، نزاعاتكم في برنامج والصلح خير. مقبرة العالية اسمها ارتبط بصاحبة الأعمال الخيرية العالية حمزة رحمها الله. مساحة هذه الأرض الشاسعة كانت وما زالت وقفا لوجه الله تعالى. مقبرة العالية هي أكبر مقبرة في التراب الوطني اللي تربع على حوالي 80 هكتار، 78.5 هكتار بالضبط. كما ما يخفالكش هي ككل مقابر هي وقف لله، ككل مقابر تاع الجزائر. حياة المرأة الصالحة العالية حمزة كرستها من أجل كفالة اليتيم، من أجل مساعدة الفقراء والمساكين، ومن أجل دفن موتى المسلمين. حياة العالية أعمالها كانت وقفا في سبيل الله. خصوص هذه المرأة العظيمة المسماة العالية حمزة هي نموذج فريد من نوعه لامرأة آمنت بقول الله عز وجل: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واستثمرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية. هذه الأراضي الشاسعة والتي تدر الملايير تخلت عنها بسهولة ويسر لتوقفها لوجه الله عز وجل من أجل دفن مرضى أو موتى المسلمين. هي هكذا نموذج للمرأة الجزائرية الحنونة المعطاءة، أنجبتها منطقة سور الغزلان بالبويرة. أوقفت العالية حمزة هذه القطعة الكبيرة في هذا المكان المعلوم والذي صار علما على الجزائر وعلى مقابر الجزائر. أوقفتها لوجه الله في سنة 1928، وكان آنذاك شح كبير في الأراضي، ولكنها تخلت عنها، وهي التي ورثتها أبا عن جد، واستثمرت في أموالها. من بين هذه الأموال التي وضعتها في هذا المكان المسمى العالية الآن على اسمها، وصار وقفا لوجه الله سبحانه وتعالى، استثمرت فيه من أجل أن يبقى لا أن يزول. بعد انتهائنا من التصوير، موكب جنائزي دخل مقبرة العالية في صمت وحزن. حينها رددنا الآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قلبك يصفو سامح أنت الراحة. إذن في أول عرض لهذا الروبورتاج كان لمعرفة ما موضوع هذه الحلقة، وهو الوقف النسوي الذي يرتبط في هذه الحلقة بالنموذج الإيجابي الجزائري. اسم العالية حمزة اسم ارتبط بمقبرة العالية التي تعتبر وقفا للمسلمين. كان هذا الروبورتاج، ثم نعود إلى برنامج والصلح خير دائما مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. وفي مقدمة هذا العدد مرحبا بكم مجددا، وستشاهدون خلال الحلقة أرقام هاتفية التي تتواصل عن طريقها معنا لإثراء الموضوع لعرض قضايا الوقف، وأيضا لعرض مواضيع أخرى تتعلق بالوقف النسوي. مرحبا بكم مجددا. إذن كما جرت العادة نرحب بفضيلة الدكتور سعيد بويزري متواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين دائما استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. مرحبا بك فضيلة الدكتور. مرحبا أختي نجاة، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت بخير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. دكتور، إذن حديث اليوم هو عن الوقف النسوي، وهو عدد خاص. إذن كان للنساء النصيب من الوقف، هذا العمل الخيري، والمرأة المسلمة عبر مراحل عديدة في تاريخها المشرق ساهمت بقسط كبير في هذا المجال الشاسع والواسع. ما مدى إسهامات المرأة المسلمة في الوقف دكتور سعيد بويزري؟ تفضل. لك الفضل جات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله السلام ون ذي ذويلة ون والصلح خير. أختي نجاة، قبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم جدا لهذا الموضوع المهم جدا وهو الوقف النسوي، دعيني أتوجه بتحية خالصة لأهالي سكان قرية بوزقان، نعم، التي نظمت اليوم يعني العديد من النشاطات، والحضور النسوي كان متميزا. نعم، بدعم الرجال أيضا، وهذا مظهر الصحة في المجتمع. ولا شك أن النشاط النسوي موجود يعني حاضر على المستوى الوطني في جميع بقاع القطر الجزائري الواسع. فالمرأة إذن هي حاضرة بإسهاماتها، سواء في مجال الأوقاف أو في مجال النشاط الاجتماعي، النشاط الاقتصادي، نعم، النشاط الثقافي، النشاط الإعلامي. نعم. إذن قد حضرت اليوم نشاطا متميزا في هذه القرية المباركة، هذه القرية التي كانت حاضرة يعني عبر جميع مراحل التاريخ الجزائري المشرق. كانت حاضرة في الثورة الجزائرية المباركة بشهدائها ومجاهديها، بشهيدات هذه المنطقة وكذلك ومجاهدات هذه المنطقة. وكانت حاضرة أيضا في مجال بعد الاستقلال أيضا في عدة مجالات. فأحيي أهالي هذه المنطقة المباركة على جميع ما يقدمون من أعمال جليلة لهذه القرية والبناء المتوازن لهذه القرية في جميع المجالات. هذا السينغي نزداغ انت دارت بوزقان هوني بارك ربي، اما تسيلاوين نون اما ذي رقازنون ذي المزيين تي المزيين اكن يتقد الشم اغف ثمتين يتقد الشم اغف واشولت يتقد الشم اغف موسني في زرفان اما نتمطوث اما يقوردان اما قمذان مرة اكن ثبت ذم اما تسيلاوين اما ذي رقازن هوني بارك ربي، وكن يفكر ربي إن شاء الله ثم عشت اللي سر، وكن يفكر ربي ثلاثة سر، وكن يسر ربي إن شاء الله بمثل آخر. وقد كلفوني بأن أبلغ إليك سلاما ثقيلا يعني ثقيلا كثقال الجبال. هذا سلام التزمت أن أبلغ إليك، فكن يبارك ربي، كن يفكر ربي الخير وأنت خير إن شاء الله. وسلامي يعني ممتد إلى جميع العاملين والعاملات الذين أرادوا أن يتركوا بصمتهم في هذه الحياة. نعم. مصداقا لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مما قرأناه في الأدب ما قاله المتنبي أبو الطيب، نعم. شاعر الحكمة،
وهو يرثي شقيقة سيف الدولة الحمداني نعم. قائلا: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. على الرجال. نعم. أشكركم سادتي الرجال على روحكم الرياضية، ولكن أقول لو كان النساء كمن حضرنا. مصورة ويشوف فيك دكتور. فالحضور نعم، يعني يبدو أنه المصور والمصورة يعني الحمد لله موجودين في زوج يعني الله يبارك. فأقول هذا الحضور الفعال نعم. للمرأة عبر التاريخ هو نعم. صورة مشرقة للمرأة المسلمة عموما والمرأة الجزائرية خصوصا. نعم. فالأوقاف لأجيب عن هذا السؤال. أولا الأوقاف صدقة جارية. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذن جميع الروافد تنقطع وتضمحل وتتوقف، ولكن تبقى بعض الروافد تدر بالحسنات والأجر العميم والأجر الكبير لمن قدم تلك الأعمال الجليلة. طبعا الحديث معروف: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأوقاف مظهر الصحة في المجتمع الإسلامي عموما وفي المجتمع الجزائري خصوصا. والأوقاف لم تكن حكرا على الرجال. لو قرأنا تاريخ الجزائر وجغرافية الجزائر لوجدنا الأوقاف حاضرة في الشرق الجزائري، في الغرب الجزائري، في وسط الجزائر، في منطقة القبائل، في الجنوب الجزائري، في جميع يعني أجزاء هذا الوطن الكبير، هذا الوطن العزيز. ولكن لابد أن نبين بأن هذه الأوقاف فيها مشاركة للنساء بشكل متميز. نعم. دعيني أذكر يعني أقدم وقف نسوي في الجزائر للسيدة فاطمة بنت عبد الله. نعم. هذا حصل في سنة 986 للهجرة. يعني منذ قرون انتبهت المرأة، هذا في الجزائر، انتبهت المرأة إلى أهمية الأوقاف، إلى أهمية هذه الصدقة الجارية. والوقف كما يعلم الجميع الوقف له أبعاد اجتماعية، أبعاد اقتصادية عميقة جدا. ثم أن هذا الوعاء الاقتصادي للأوقاف يتسع شيئا فشيئا عبر التاريخ الجزائري المشرق. فقلت أقدم وقف للسيدة فاطمة بنت عبد الله في عام 986 للهجرة. إذن منذ قرون. ولا تزال الأوقاف النسوية حاضرة. نذكر وقف نتاع السيدة الفاضلة العالية حمزة. نعم. سمعناها في التقرير. نعم. مقبرة العالية اللي معروفة في بلادنا. نعم. هذه الهكتارات الكبيرة جدا. وفي العاصمة لو لم تفكر في الآخرة لاتخذت من هذه الأرض، يعني لاتخذت فيها مشاريع وأنشأت مؤسسات يعني كبيرة جدا. تدير عليها الملايير. ولكن فضلت أن تعمل للآخرة. وقد قلت في خاتمة التقرير ذكرت قوله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه السيدة وغيرها من السيدات أدركنا تمام الإدراك بأن المال في يد الإنسان يستثمره في إقامة في تبرئة الذمة في حياته، وكذلك في إقامة مشاريع وقفية تخدمه في دار الآخرة وهي دار القرار. وربنا قال في القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال ربنا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن نذكر فاطمة بنت عبد الله، ونذكر كذلك العالية حمزة، ونذكر لالا دمامايا في منطقة تيزي وزو المسجد العتيق، ونذكر لالا السعيدة أيضا في المنطقة نفسها وفي غيرها من المناطق. إذن فكثيرة. ثم إشارة أخيرة في هذا الموضوع أو ما قبل الأخيرة، أن هذه الأوقاف كانت متنوعة. هناك أوقاف يعني خاصة بأوقاف عقارية، أراضي ومباني وسكنات. وهناك أشجار
بساتين. يعني هناك نساء في الجزائر يعني داروا أوقاف متعلقة بالبساتين والحدائق. نعم. وكذلك حفر الآبار وكذلك منقولات. ومؤخرا حتى في الجزائر وجدنا نساء جزائريات يعني حبسنا كتبا للنفع العام. وهذه أوقاف مهم يعني جدا. كإشارة مهمة أن الأوقاف متنوعة فلا تنحصر في مجال معين واحد. إذن في الأوقاف النسوية في الجزائر حاضرة جدا. أخيرا الجانب القانوني لازم نقول أن الجزائر اهتمت بالأوقاف كثيرا. بعد الاستقلال مباشرة صدرت العديد من المراسيم والقوانين والمناشير والمذكرات الوزارية والقرارات الوزارية وغيرها. هذه الترسانة القانونية أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أولا أبدأ بالمرسوم رقم 62/20. معناتها هذا المرسوم صدر بعد الاستقلال مباشرة. يعني 62/20. وهذا المرسوم يتعلق بحماية الأملاك الشاغرة بما فيها الأوقاف. إذن هناك نية المشرع من البداية بعد الاستقلال إلى انصرفت نيته إلى الحفاظ على هذه الممتلكات الوقفية وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. إذن هذا في 1962. أذكر على سبيل المثال أيضا قانون 84/11 اللي صدر في 9 يونيو جوان 1984 خاصة من المادة 213 إلى غاية المادة 220. هذا يسمى بقانون الأسرة الجزائري الذي عدل بالأمر 0502 في 2005. وكذلك نشير إلى قانون شامل للأوقاف في الجزائر قانون 91/10 يتعلق بالأوقاف. يضاف إلى ذلك كما قلت المذكرات الوزارية والمناشير الوزارية والقرارات الوزارية والتعليمات الوزارية. الجميع هذه الترسانة القانونية المختلفة من مقاصدها أولا حماية وصيانة الأموال الوقفية سواء كانت للرجال أو للنساء. هذا رقم واحد. رقم اثنين البحث عن سبل استرجاع الأملاك الوقفية المعتدى عليها. هناك اعتداءات على الأملاك الوقفية من الجهات الرسمية ومن الجهات الشعبية. يعني لن وقذيك تعدى ثلاث تعدى في الحبوس. ومما قرره الفقهاء أن الأموال الوقفية لا يجوز لا تباع ولا ترهن ولا تهب ولا تورث. لا يمكن. ولكن هناك للأسف اعتداءات متعلقة بالأوقاف من الجهات الرسمية وكذلك من بعض الأفراد. وسنبلور هذه الفكرة. سنعود إليها إن شاء الله. طيب إن شاء الله. سيعود الجانب القانوني بعد حين إن شاء الله. أكتفي بهذا البيان. إذا كما كان يقول فضيلة الدكتور سعيد بوزيري الأوقاف في الجزائر هي ليست في مجال واحد ولكنها في مجالات عديدة. وسنعود إلى الاعتداء على الأوقاف في حوار أجريناه مع مدير الشؤون الدينية بولاية الجزائر ونعلق أيضا على عدة قضايا في هذا المضمار حسب اتصالاتكم. قبل ذلك لست أدري سعيد إذا كانت الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني نستطيع أن نشاهد ذلك حتى نكون نكون همزة وصل بيننا وبين المشاهدين الكرام. شكرا سعيد. والصلح خير. نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. شكرا هنا دكتور. إذن سؤال هو دين من حصة هل سألوا قبل قليل ولكن سنعود ونرجع إلى الأسئلة التي بقيت في الحلقة الماضية قبل نهاية البرنامج. وقد وعدنا أيوب من سطيف للرجوع إلى هذا السؤال الذي طرحته في الحلقة الماضية والذي يتعلق دكتور سعيد بوزيري بالارتفاق. تفضل دكتور. أيوب من سطيف. نعم لك الفضل نجاة. أيوب من سطيف وقد تركت رقم هاتفها وتواصلت معها
في نهاية السادة البرنامج. المشاهدين سمعوا يعني طبيعة المشكلة. في الحقيقة فوجئت وفوجئ الكثير ممن تابع يعني اتصال الأخت أم أيوب، لأنه هي عندها قطعة أرض، ولكن المشكلة والراهي أنه اللي بناوا المسجد يقطعوا عليها حق الارتفاق. نعم. يعني وحنا ذكرنا فيما سبق نعم. أن قلت الأرض يعني لما تروح للقلمة، نعم هذا ما يحدث أمام البيت تاع الأم تاعهم. نعم. قطعوا لهم نهائيا الطريق. نعم. احنا قلنا بالأرض المحصورة. نعم. الأرض المحصورة في القانون المدني، وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق، نعم. لابد أن تستفيد، أن يكون لها يعني حق ارتفاق اللي هو طريق، يعني ممر يؤدي إلى الطريق العمومي. وحق الارتفاق تحدثنا عليها عندما كان الخبير نعم. القضائي هنا. نعم. دكتور. نعم. نعم، وقد أشرنا إليه في تلك الحلقة. نعم. وفي حلقة سابقة. نعم. حقوق الارتفاق ذكرناها كثير، ولكن أخت أم أيوب تواصلت معها هاتفيا وطلبت منها أن تعطيني تفيدني بالوثائق. نعم. هكذا، لذلك نرجئ الإجابة عن هذا السؤال إلى غاية الاطلاع على الوثائق. على الوثائق. نعم. نشوف بعد ذلك نعطي لها الجواب يعني مباشرة هاتفيا. نعم. أو ربما كتابة حسب الاتفاق. وكذلك نفيد المشاهدين بالإجابة عبر برنامج والصلح خير إن شاء الله تعالى. نعم. بعد اطلاعنا على الوثائق التي طلبت من الأخت أم أيوب أن ترسلها إلينا. نعم دكتور، شكرا. سعيد من مسيلة الذي ذكر في الحلقة الماضية وقال خوته 2 توفوا قبل الوالد، بعدها توفى الوالد وخلى عقار هو للوالد. هل أولاده لهم الحق في الميراث، علما بأنه كاين 6 أبناء و5 بنات؟ فضيلة الدكتور سعيد بنزري تفضل. لك الفضل. أولا الأخ سعيد من مسيلة، والدك الذي توفي عن 5 بنات، عنده 5 بنات وعنده 4 أبناء، أما 2 ماتا قبله، يعني في الحقيقة عنده 6 أبناء وعنده 5 بنات، ولكن 2 من الأبناء 2 ماتا في حياته. نعم. أي قبله. نعم. هو يسأل هل أولاد الابنين اللي ماتوا قبله يرثون أم لا؟ نعم. الجواب يا أخي سعيد يرثون طبقا لقواعد التنزيل الواردة في المادة 169 170 171 172 من قانون 84/11 اللي هو قانون الأسرة. نعم. يعني يورثوا. هنا الفريضة تنجز كالآتي: الموثق أو المفتي أو الذي ينجز لك الفريضة يدير العملية كالآتي. المرحلة الأولى يفترض حياة الابنين. نعم. يعني يدير مات عن 5 بنات و6 أبناء، يفترض حياة الابنين. نعم. إذن 6 أبناء و5 بنات. و5 بنات. ثم في الأخير يخرج نصيب الابنين اللذين ماتا قبل أبيهما وينظر إلى النتيجة. نعم. إما تكون هناك كثرة احتمالات، إما ذلك النصيب يكون أكثر من الثلث. نعم. لابد أن ينزل إلى الثلث. وإذا كان الثلث يورث أولاد أو هؤلاء الأحفاد نعم. بنصيب الثلث. وإذا كان أقل من الثلث أيضا يورث بأقل من الثلث. إذن فالإجابة هكذا نقول لك يا أخي سعيد أن هؤلاء الأحفاد يرثون طبقا لقواعد التنزيل وقواعد الوصية الواجبة. نعم دكتور، شكرا. دكتور، نمر أيضا إلى سؤال جاءنا من السيد جمال من العاصمة. دكتور، هو يعني لا يحسن العربية ولكن يود أن نطرح السؤال باللغة الفرنسية. يقول هكذا: concernant la hiba, la donation suivie d'apostasie, الردة. يقول je voudrais savoir, je voudrais s'il vous plaît avoir un avis du docteur Bouizri concernant l'apostasie dans la religion musulmane. والسؤال هو أنه زوج
بعد أن ارتد عن دينه الأصيل هو الإسلام، وهب لزوجته على ما أظن عقار. قال لك هل هذه الهبة شرعية أم لا؟ تمت قبل ردته أم بعد ردته؟ بعد ردته دكتور. هل هذه الهبة شرعية أم غير شرعية؟ جمال ميناء العاصمة. طيب بسم الله. أولا الهبة دوناسيون هذه تصح حتى مع اختلاف الدين. نعم. الميراث نعم لا ينتقل، لا يتوارث أهل ملتين. نعم. فالمسلم لا يرث غيره، والمسيحي أو المشرك لا يرث المسلم. نعم. ولكن فيها استثناء لبعض الفقهاء الذين يقررون حق المسلم في ميراث غير المسلم. نعم. وفي تفاصيل أشرنا فيما سبق في حلقة من حلقاتنا، فاستثمارا للزمن فلا نفصل في هذا الأمر. نجيب مباشرة نقول ما بالنسبة للهبات والوصايا للتستامون ولا للدوناسيون هذه صحيحة عادي. نعم. يعني مادام هو وهب لزوجته فقط نفتح قوس. نعم. أنه بعد الردة من مقررات الشريعة في هذا الباب يفرق بينهما. نعم. لابوستازي. نعم. المرتد إذا ارتد الزوج فتنتهي العلاقة الزوجية مع زوجته المسلمة. نعم. لا تبقى معه. نعم. دكتور. نعم. هذه من أحكام الردة. نعم. من أحكام الردة. فنسأل الله العفو والعافية، ولكن لابد أن نعلم أحكام الشريعة في هذا الباب. لابد. ثم جعلناك على الشريعة من أمر فاتبعها كما قال ربنا في سورة الجاثية. هذه المسألة في غاية الأهمية. نعم. ما دام هوش موضوعنا ما نفصلش فيها، فقط نعطي الإجابة مباشرة. نقول هذه الهبة صحيحة. الهبة صحيحة مرتبة لجميع آثارها الشرعية وآثارها القانونية بالنسبة للقانون الجزائري بدءا من المادة 202 وما بعدها. نعم. شكرا دكتور. إذن بالنسبة لبرنامج الصلح خير، وفي ربما النصف الساعة الأولى كانت المقدمة ثم عرض النموذج مقبرة العالية، نموذج السيدة العالية حمزة رحمها الله، المرأة الصالحة. إذن قبل أن نشاهد الحوار الثاني الذي أجريناه مع مدير الشؤون الدينية على مستوى ولاية الجزائر، إذا أردتم الاتصال بنا لإثراء موضوع الوقف النسوي فلكم أن تتصلوا بنا ونستمع إلى قضاياكم أو إلى قضايا أخرى، ومن خلال هذا الحوار سنتفهم أكثر وأكثر كيف تم الاستيلاء على بعض الأوقاف عن قصد أو عن غير قصد أو عن جهل. نستمع إلى هذا الحوار ثم نعود إليكم لمواصلة النقاش ولاستقبال مكالماتكم الهاتفية وقضاياكم. تابعوا معنا. أنت الرابع. سيدي الكريم، هناك بعض الأوقاف التي تحولت إلى بنايات وإلى محلات تجارية وإلى مشاريع، ومن هنا ربما يبدأ الخلاف، لأنه ربما صاحب المشروع لم يدرك بعد أنه استثمر فوق أرض كانت وقفا للمسلمين. الحديث عن الأوقاف هذا يجرنا إلى الحديث عن الخيرية المتأصلة في هذا الشعب الأبي. فنجد أن أملاك كثيرة وكثيرة جدا أوقفت لوجه الله عز وجل على غرار الوقف العالية. مثلا أراضٍ كثيرة وممتلكات كبيرة أوقفت لوجه الله عز وجل للمساجد وللمدارس القرآنية في الجزائر العاصمة. أدرك المستعمر أنه بتقطيع الحبل السري عن المساجد والمدارس القرآنية سيقضي على المساجد والمدارس القرآنية، فأتى إلى الأوقاف وبدلها وغيرها وبددها وشتتها. بعد الاستقلال وجدنا أنفسنا في وضعية لا نحسد عليها في باب الأوقاف. بدأ بعد ذلك بعد الاستقلال العمل المتعب والمضني في استرجاع هذه الأوقاف، في توثيقها، في إعادتها وفي استثمارها وفي إعادتها إلى ما أوقفت من أجله. فوجدنا أنفسنا أمام وضعيات صعبة كالتي تحدثت عنها، وهي الكثير من الناس بنى فوق أملاك وقفية واستثمر فوق أملاك وقفية. بعد عملية الجرد والتحيين والتسوية وجدنا أن الكثير منها أملاك وقفية مثبتة،
هذا دفعنا إلى العمل على ضرورة استرجاعها وإعادة استثمارها فيما أوقفت من أجله، لأن الله عز وجل وقانون الأوقاف أمر بأن نعود إلى إرادة الواقف، وهذا جرنا مع البعض إلى الدخول في المنازعات القضائية. البعض الحمد لله رب العالمين سويت معه المسألة وديا، وأعيدت الأوقاف إلى ما هي عليه، أو على الأقل ريعها إلى ما أوقفت من أجله. البعض الآخر استمر في عناده واستحواذه على الأوقاف التي حرم الله عز وجل الاستحواذ عليها، وقال من بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. بدل مجرى هذه الأوقاف، اضطررنا إلى أن ندخل معهم في نزاعات لاسترجاع هذه الأوقاف. قلبك يصفو سامح أنت الراحم. إذن السؤال المطروح بالنسبة لهذا الحوار، كيف يتم استرجاع كل من اعتدى، استرجاع الأوقاف التي تم الاعتداء عليها عن قصد أو عن غير قصد؟ هذا الجواب، هذا السؤال سنطرحه على فضيلة الدكتور سعيد بويزري. قبل ذلك نأخذ اتصال. يقول سعيد من ولاية البويرة. طاهر من ولاية البويرة. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. الحلقة اليوم تتعلق بالوقف النسبي. أخي طاهر السلام عليكم ومرحبا بك، نحن نستمع. طاهر. رحمة الله. وعليه. معليش الدكتور السقبيلي. تفضل معليش. تفضل السيد طاهر، تفضل سيد طاهر، أنا نسمعه فيك. تفضل سيد طاهر تفضل. سؤال دكتور. نعم. سير جدة. جدة تسمى ساوت ماس. من بعد مهندس نتاعك مربي. أنت قمت مزواروث؟ جيتك مكسل. فينا مازاليت وتماس مازاليت. نعم طاهر. من بعد ساعة ثموت ساقي لنا وتماس نجيد ليكيا. أكعون غيك ما طاهر بالسؤال. جيدك مثل موت ودجا. طاهر استمع للدكتور، عنده سؤال. طاهر أخويا. سجد لا دكتور. سجد ميس أشو دجا نظام؟ سين وراويس 3 ايسيس. أيوة سين وراويس 3 ايسيس. 3 ايسيس. أكو ذول تمساقي تشقيق ثكا. أيوة كمل من بعد. يعطيك الصحة. من بعد تموت منين سنتورا. نعم. وتمسك نجي تفدد في كاونت. إيكونومي. كمل. تسمى التي ساكين هنا ديك الحياتي وهنا في كاونت إيكونومي كلين نظام. إسكس. لا هضر غيك ما هضر اربح الوقت. حلال حلال تاعنا ما كنخدم. ما صافي جيدك تجالسين وراشك 3 قشيشين هكا. تموتاكي كان تسمى وتمس نيايا. والتمس. ايوا. يعني بابا شوك ذا عميك مازال عايشين. بابا يموت عمي عايشين. الاب تاعو مات. يموت من بعد جيدك. بابا يموت من بعد جيدك. بابي جيدي تمجور ثم بعد يكمل بابا. صح. نعم. السيس جيدك هاكي تعيشين انتي 3؟ نغاك ما طاهر بحال يتوقف. سنتي تعيشين. سنات. تموت. تموت قبل جيدك. سنتي. نعم. نعم. نعم قال لك نعم دكتور. خلاص معليش هتصلب ان شاء الله هتصلب يعني واضح على كل حال مع التعليق. شكرا. بعد نعم شكرا طاهر من البويرة. السلام عليكم. السلام عليكم. موسى من أين سعيد؟ موسى. الو. موسى من العاصمة. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاخت بارك الله فيك، حبيت نسال الدكتور على الولد كيكون مستقل ببيته يعني خاصه. الولد اسكو الزكاه تصح فيه ولا ما تصحش؟ الولد اللي مستقل عن بيته، نعم. مستقل يسمى بولاد ويسكن وحده. نعم، يسكن وحده، نعم. سكن خاص، الزكاه تصح فيه ولا ما تصحش؟ واضح. نعم، واضح. هذا هو. شكرا. الاب هو اللي مد الزكاه للابن، أم الابن اللي راه مستقل وساكن في بيته وحده. واضح. موسى من العاصمة. نعود دكتور قبل الرد على طاهر من البويرة وموسى من العاصمة. ذكر قبل قليل مدير شؤون الدنيا والأوقاف بالنسبة للأوقاف التي يتم الاعتداء عليها. قال بأنه هناك من تراجع يعني بفضل التشاور والتحاور، ولكن هناك من هي لا زالت هكذا. القضية ما زالت هكذا بالنسبة لهذه الاعتداءات. دكتور سعيد بوزي، بالنسبة لهذه القضايا ما هي نوعيتها وطبيعتها، هذه القضايا التي تتعلق بالأوقاف؟ أولا الممتلكات الخاصة، نعم، هذه يحميها أصحابها. واحد عنده قطعة أرض، عنده حانوت، عنده نعم. مسكن، عنده مولاه يدافع عليه. نعم. وقد ذكرنا فيما سبق الوسائل القانونية لحماية الملكية الخاصة عن طريق الدعاوى. نعم. ذكرنا دعاوى مدنية، دعاوى إدارية، دعاوى جزائية. نعم. يعني نعم. كلها ذكرنا فيما سبق. ولكن الأموال تاع الحبوس هذه تم وقفها لله. نقول هذا وقف لله. لله. نعم. اللي بنى مسجد، والمسجد واللي بنى ثما عمرت يعني زاوية، مدرسة قرآنية. مدرسة قرآنية. نعم. وعادة هذه الممتلكات الوقفية عندها بساتين. الله يبارك التين والزيتون أسيدي ما شاء الله. وللأسف وكاين عقارات أيضا هكذا يعني لا تزال ما هيش مبنية، وهي أموال عقارية وقفية. هناك كما قال سيدي مدير شؤون بارك الله فيه، هناك ألوان من الاعتداءات على هذه الممتلكات. الاعتداء يعني متنوع. من هذه الاعتداءات الاستيلاء على العقار مباشرة. يكون نعم. مثلا محل وقفي، محل تجاري، يجي واحد يديه كامل يستولي عليه. نعم. وكاين سكنات استولوا عليها، وكاين قطع أرضية بناوا عليها. نعم. أقاموا عليها بنايات ومشاريع. نعم. ومشاريع. واللي يجي يقول له هذا ماشي نتاعك، هذا مال وقفي، يقول لك خلاص بنيت عليه. وكأنه يبرر ما لا يبرر، يديفان دي لانديفوندابل كما نقول. نعم. يعني نعم. يعني رب عذر أقبح من ذنب. يقول لك هذه القطعة الأرضية بنيت أقمت عليها مسكنا أو محلا تجاريا. هذا كله لا يبرر العدوان على الممتلكات الوقفية. نعم. وكما قلت قبل حين أنه الاعتداءات أحيانا تأتي من بعض الرسميين، يعني من الجهات الرسمية. نعم. وأحيانا تأتي من الأفراد. تلقى واحد يسكن قريب من المسجد ولا قريب من الزاوية ثم عمرت، يروح يستولي على قطعة أرضية كاملة مباشرة. نعم. كان اللي يدي 20 متر، كان اللي يدي 200 متر، كان اللي يدي 500 متر. نعم. وهكذا. طيب دكتور، من يحرس الأوقاف؟ نعم. منذ الاستقلال إلى الدولة. من يحرس؟ الدولة. أين هي دكتور؟ للأسف. نعم. بارك الله، سؤال نعم. مهم. نعم. أين هي؟ أولا من ناحية طبعا وقفيني، أي واحد يتصل وقفيني. هناك اتصال سعيد؟ لست أدري ماذا قاله. نعم، اتصال من الجلفة. من معي من فضلكم؟ الو. يا سيدي من فضلك نقص مباشرة للتلفزيون، سمعنا من الهاتف باش ما يكونش الصدى. نقص التلفزيون تماما. مرحبا بك أخي الكريم. من معي؟
كي نقص التلفزيون راح السيد الكريم. حاول الاتصال من ولاية الجلفة. أقول فقط رجاء وليس أمرا أنكم بعد اتصالاتكم نقصوا التلفزيون مباشرة حتى نستمع إليكم جيدا وما يكونش هذاك الصدى ونقدروا نفهموا الأسئلة تاعكم أو القضايا تاعكم. نعم دكتور، قلت أين هي إذن؟ نعم، أين هي الدولة؟ الآن نعم. الجواب. نعم. من ناحية التشريع، من ناحية التقنين، بعد الاستقلال مباشرة، مادام الجزائر عندها أملاك وقفية كثيرة جدا. نعم. وهذا مظهر وصحة وإيمان لهذا المجتمع. نعم. فالوعاء الاقتصادي للأوقاف في الجزائر وعاء كبير جدا ولا يتسع المقام فيه، خاصة سواء كان تعلق الأمر بالوقف النسوي نعم. أو الوقف الرجالي، فكلها أوقاف تخضع لنفس الأحكام في شريعة الله عز وجل، وتخضع أيضا للأحكام نفسها بالنسبة للقانون. 62 المرسوم رقم 62/20 متعلق بحماية الأموال الوقفية، بالأموال الشاغرة بما فيها الأموال الوقفية. نعم. قانون 84/11 يعني قال اللي صدر في 9 يونيو 1984 خاصة من مادة 213 إلى غاية المادة 220 يتعلق بالأوقاف. نعم. قانون 91/10 قانون مستقل فيه الكثير من الأحكام الوقفية، أحكام متعلقة بالأوقاف، متعلقة بحماية الأوقاف وصيانتها، متعلقة باستثمار الأموال الوقفية واسترجاع الأموال الوقفية المعتدى عليها. نعم. ثم فيه مرسوم مهم جدا في الجزائر. نخليك تواصل بالنسبة للمرسوم. نعم. أو المرسوم بعد اتصال. الاتصال إن شاء الله. نعم. نأخذ اتصال من ولاية وهران السيدة لويزا. السلام عليكم أختي الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك لويزا. نقدر مع الدكتور سعيد بوزري؟ نعم تفضلي لويزا. مرحبا. إنه يستمع إليك. تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. درس قبيليش معليش. درس قبيليت. مرحبا على السلامة. ايوا بون الحاجه مزوالو بغاك نشكرك في اللي سيديري تشكاض عن طريق السيده هاد بكره غسميت كتشاور غرام. الله يسلمك. الله يسلمك. واجب. يعطيك الصحه بارك الله فيك. الله يسلمك. ايوا والحاجه الثانيه بغيت ديني نتبع غطس الدكتور عمرو خالد على اسماء الله الحسنى. ايوا. يصيغ اسم العفو زعما صيغه فرحه غطس مي الى قد تحصل في الانسان بشكل الى قد تحصل في الدين باش يعرف فلاش. إلا قد تعفوض باش يعفو ربي هكا. ايوا باش يعفو ربي. هي كاين لا العباد ظلمني عطاس بالله ولا الانسان يظلمني سيس روح غورس باش يجي الشمس يجي الماس زعما باش يصلح ديالي زعما تميون على مساله الميراث. نعم. هي كيف غيد بلا لا عقل زعما يعني يخسر ديالي الهضره نيتو. هي تما مرو في غير يسافو ولكن مو صغير على تيجي غير تيفكد النصيحة. نعم. فهم بيت؟ الصدف. نعم. معروف؟ فهمتها دكتور. ولا في نصيحة زعما ماشي تبرع الخدمة. والحاجة اللي نظن كيني بون تاع 65 سنة ديال عمري. تقوم يفكر لي سيدي تيسير وتما تسليتيو كاين زعما قراط ديال العمر وغير غالا غير محو الأمية ولكن الحمد لله قرأ القرآن. الحمد لله. ولكن ما قرأت تبع الصبادي زعما باش الرايش ديال زعما قرا مليح قرني تبدلوا لو كانت تغرب ما الا وتغرب على نيشان ما تغلط ديال حرفنا تما تمرض تا هو الاسم زعما بغي غادي يتواجب غادي يكسر شويه غير لفتوا نشتاقين ساولوا وماذا بيت النميرو الا تجرب ماذا بيت لازم ربط التصوير من بعد الحلقه ان شاء الله تجي تترك هاتفها. واخت نجاة شكرا. بارك الله فيكم. وفيك بركه لويزا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لويزا إذا كان ممكن تخلي رقم التليفون تاعك مباشرة إذا كان حبيتي فضيلة الدكتور سعيد بوزري يتصل بك. دكتور توقفنا عند المرسوم، يعني المراسيم كثيرة والقوانين كثيرة رغم ذلك هناك اعتداء. هذا المرسوم نعم قلت مرسوم تنفيذي. نعم. المراد بالمرسوم التنفيذي في لغة القانون هو الذي يأتي في تدرج القاعدة القانونية. نعم. بعد التشريع. المرسوم التنفيذي من مقاصده بيان الصيغ التنفيذية. نعم. لتطبيق
القواعد التشريعية السابقة. نعم. لازم يكون مرسوم تنفيذ الدكري هذا، لازم يجي ابري القانون، ابري لا لوا يجي هذا المرسوم. مرسوم تنفيذي رقم 98 381 98 شلطة 381 صدر في 1998. من مقاصد هذا المرسوم هو بيان كيفية حل المنازعات الخاصة بالأوقاف. نعم. إذا هناك منازعة، كان دي كونفلي كبار. فبالتالي إذن أنا رسالتي واش نقول أولا اتقوا الله. يا اللي راهم تعدوا على الأموال نتاع الحبوس نتاع الأوقاف، سواء في الزوايا في معمرين ذي الجوامع مدارس قرآنية ولا أوقاف أخرى عقارات في العاصمة ولا في غير العاصمة في كل مكان، نقول لهم أول حاجة اتقوا الله، خافوا ربي. هذا المال الوقفي لا يجوز العدوان عليه. حتى الورثة ممكن سمحي لو كانوا درك يجي ورثة النساء اللي داروا الأوقاف مثلا، مادام الوقف النسوي نتكلم عليه اليوم. الورثة نتاعهم يجي يقول لك أنا ندي الوقف اللي خلاته فلانة. قل لا يجوز. لا يكون وعاء للميراث، ما تورثوش. ولا يجي واحد يعطيه هبة ولا واحد يبني عليه. هذا مال عنده من مقاصد الأوقاف الكبرى ضمان مورد مالي ثابت للأمة إلى يوم القيامة. نعم. يا سعدنا عندنا نحن مسلمون وعندنا كل هذا الخير في الاقتصاد في الاجتماع في كل والابعاد الاقتصاديه والابعاد الاجتماعيه للأوقاف لا يمكن ان نحصيها. نعم. اذا فهو مصدر ثري للامه ومن يعني اساس من اسس نهضتها واقلاعها الحضاري. اذا لابد ان نخاف الله اولا. نعم. ثم هنا نوجه رساله إلى المسؤولين وإلى القضاة. نقول المسؤولين أيضا طبقوا القوانين. الآن ترسانة قانونية، يعني ممكن أن نحصي 260 الآن الوقت الحصة ما يكفيش باش نقراهم قراءة، باش نقرا فقط وليس شرحا. نعم. ليس شرحا، باش نقرا القوانين والمراسم التنفيذية والمناشير الوزارية والمذكرات الوزارية والتعليمات الوزارية والقرارات الوزارية، يعني شيء كثير. نقول نطالبوا فقط بالتطبيق، يعني طبقوا هذه الترسانة القانونية. نعم الموجودة. في إشارة أخرى بالنسبة لسادة الأفاضل القضاة، نقول لهم راكم صدرتوا أحكام قضائية. هناك أحكام قضائية طبقت وهناك أحكام قضائية لم تطبق. نعم. ما السبب دكتور؟ صدرت باسم الشعب الجزائري ولم تطبق، وهذا خلل لا بد أن يعالج. نعم. قبل فوات الأوان. حكم صدر باسم الشعب الجزائري ينفذ مباشرة. احنا ذكرنا فيما سبق رسالة دستور القضاء الفاروق عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. نعم. القضاء فريضة محكمة. يعني لا فائدة من قضاء يقضى به ولكن لا ينفذ. وكاين دي زوبستاكل، كاين إشكالات في التنفيذ. والعدالة البطيئة أيضا دكتور. نعم. والعدالة البطيئة أشر أنواع الظلم. نعم. هذه رسالتي. نعم. شكرا دكتور. إذا نعود دكتور ربما إلى السؤال الذي طرح في بداية الحصة. طاهر من البويرة، تفضل دكتور. لك الفضل. أسي طاهر أخويا، جدتك ماتت وخلات ابن. نعم. والآخر ما يعني خلات ابنين وثلاث بنات. نعم. يعني احنا العبرة بالنسبة للميراث بالورثة الأحياء وقت وفاة المورث أو المورثة. نعم. بمعنى حتى لو كذا كان يعني كان اللي ماتوا مثلا، أنت تقول يا سي طاهر باباك مات الله يرحمه. نعم. وعمك مازال حي. نعم. وثلاث بنات، كاين زوج راهم على قيد الحياة، واحدة ماتت. هذا كله لا يهمنا. احنا واش نقولوا؟ شكون اللي راهم أحياء حينما ماتت جدتك؟ نعم. ما كان ابنان وثلاث بنات وأخت شقيقة. نعم. طيب الابنان وثلاث بنات يرثون تركة هذه المتوفية اللي هي جدتك في السياق اللغوي. نعم. يرثون ميراثها طبقا لقوله تعالى في سورة النساء الآية 7: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. نطبق هذه القاعدة في هذه الآية. معناه أصل المسألة هنا 4 يوليو 7.
يعني إذا كان خلات مثلا 70 هكتار، العدد الكامل نقسموه على 7 يساوي 10 نعم هكتار. لكل ابن 10 في 22 هكتار. باباك عنده 20 هكتار وعمك عنده 20 هكتار، وهذوك البنات كل واحدة عندها 10 هكتار 10 هكتار 10 هكتار. نعم. هكذا. وبعدين اللي مات اللي هو باباك مات، 20 هكتار اللي ورثهم باباك يروحوا إلى ورثته نعم. فقط نعم. طبقا للفريضة الشرعية. الشرعية. وكذلك بالنسبة للبنت التي ماتت بعد أمها، ميراثها نصيبها يؤول إلى ورثتها هي بفريضتها الشرعية. نعم. أما الأخت الشقيقة فتحجب حجب حرمان، لا ترث شيئا لوجود الابنين. نعم. ما دام هناك ابنان فهما حاجبان للأخت الشقيقة. ثلاث قبائليت باش نسمعها. بس طاهر أخويا، جيدك سميت مثفلة عفو ربي تجد سين وراش أكد 3 ثقشيشين 33 ذي الوقت الني أكد ولتمس تشقيق أنولي ذي الوقت الني المقر ذي الوقت الني شوي لان ما إلا تجد 70 جقطارا ذي المثل مكل قشيشة ذيوي 20 جقطارا مكل تقشيش تساوي 10 جقطارا، خاطر نطبق الآية دينا ربي ذي سورة النساء. يقراد فذاك يموثن بعد جيداك أين كني دي ورث أموري يسنغ نصيب يسنغ الحقيس هذه يروح الورث أين السنة تسا ما ذو التماس نجيداك تشقيق ثورث ثارة أيغر ويتحجفن سين وراشني دجا جيداك، خاطر ذي الشرع إلا الوقاذي يعني حجفن وياض قواعد الحجب ذي الشريعة صافي سين وراش حجفن والتماس نجيداك تشقيق. تجد الفريضة سي طاهر على حساب باش فهمه ذوك السقسي إدفكض أجمع طاهر. نعم دكتور، قبل أن نعود إلى موسى من العاصمة نشكر الزميلة زينب التي تتواصل معنا عن طريق برنامج الصلح خير وتقوم بترجمة هذا اللقاء إلى لغة الصم. شكرا زينب. إذا موسى من العاصمة يقول بالنسبة للسؤال الولد اللي مستقل عن بيت الأب تاعو يعيش في بيته وحده كيف تكون الزكاة بالنسبة للولد المستقل عن الوالد والوالدة، يعني يسكن في بيت آخر؟ نعم يا أخي موسى، إذا كان الابن ولا البنت عندهم إذا كان يعيشوا مع الوالدين فالميراث لا ينتقل بين الفروع والأصول. نعم لا ينتقل، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان واحد مستقل متزوج بحياته وكذا وكذا فلا حرج. نعم. عند كثير من الفقهاء أقول هذا الكلام فلا أمكن أفصل هذا فيه هل سألوا وليس في الصلح خير. نعم. ولكن قل كسي موسى خويا. نعم. روح إلى سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. كاين 8 أصناف وردت هذه الأصناف في الآية 60 من سورة التوبة. نعم. حنا نشوفوا أي واحد باش نقولوا يستحق أو لا يستحق، ننظر هل تتوفر فيه صفة من هذه الأوصاف. نعم. إذا كان عنده صفة مثلا الفقير والمسكين. الفقير اللي ما عندوش ولا مصدر. المسكين هو اللي يخدم وما لحقش روحه. نعم. ولا واحد عنده بونسيون عنده منحة ما لحقش روحه. وقال الكلام باش رفعوا الغبن عن العمال والموظفين. نعم. تلقى واحد موظف وياخذ 2 ملايين 3 ملايين يقول لك ما لحقش. نعم. مسكين، هذا مسكين. نعم. مسكين. تصفه هكذا أو هو مسكين؟ نعم. ربي قال في القرآن الكريم نعم. على السفينة هذو يملكوا السفينة قال لمساكين يعملون في البحر. نعم. إذن هم يعملون. نعم. همش بطالون. نعم. ولكن مساكين. لذلك أي واحد عنده راتب شهري ولا عنده منحة وما لحقش روحه وعنده أمراض مرضى في الدار وعنده كذا وما لحقش روحه إلى آخره نصنفوه في هذه الخانة. مسكين. نعم. لذلك الشريعة استجابت. معنى أي واحد عنده وصف من هذه الأوصاف يستحق الزكاة، ولكن فقط نفضل ألا تدور هذه الزكوات داخل الأسرة الواحدة. نعم. خاطر بعض الناس سمحوا لي على كل حال مانيش نقول على سي موسى جزاه الله خير، ولكن يا أخي موسى هذه ملاحظة عامة. يعني بعض الناس تدور غير هذه حانون زانون يعني. نعم. يعني يعطيها لاختو لخوه البابا واسمه العم والاختو والخال ولا يفكر في لا يعني ماذا بك تتوسع شويه يعني. نعم. فاذا كان واحد من الاقارب وعنده او وصف جار من الجيران او, نعم. أو ربما زميل. نعم. كما يقول نعم. في الدرجه. نعم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. نعم. فاذا كان الجار
أي واحد عنده وصف من هذه الأوصاف الوردت في سورة التوبة الآية 60 فيكون مستحقا للزكاة. نعم. نعم. سعيد، هل هناك اتصال؟ دكتور لويزا من وهران، جملة من الأسئلة نعم. طرحتها لويزا من وهران باللغة الأمازيغية. تفضل دكتور. لك الفضل. أولا لويزا الله يحفظك، العفو. سمعتي إلى درس الأستاذ عمرو خالد عن أسماء الله الحسنى. في الحقيقة نعبد الله عز وجل بأسمائه. يعني واحد يقدر يقترب لربي سبحانه بأسمائه الحسنى ويدعو الله بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت تحدثتي عن العفو بمعنى ربي سبحانه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربي سبحانه هذا من أسمائه الحسنى. أنت قلتي مسألة وبعدين نترجم القبيلية. قلتي كان عندك مشكلة بينك وبين خوتك على الميراث وكذا، وفي الشخص دخل بيناتكم وكذا وكذا، المهم يعني آذاك ظلمك، والآن تطلبين النصيحة، جاتك ثقيلة باش تطلبي سماح ولا تتسامحوا بيناتكم. هذا هو السؤال. الجواب أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين مع تحدث ربي عن العفو، والعافين عن الناس. بعدين ربي ختم الآية بقوله والله يحب المحسنين. الإنسان الذي يعفو عن الناس هذه درجة عالية، معنى يصفي قلبه، يسمح للمخطئ للمذنب. وكيما الإنسان يسمح للمذنب في حقه هو ربي يسمح له يوم القيامة. نقول لك الدليل، أو الدليل نسمعه قبل الاتصال ثم يأتي الدليل. نعم. نتوقف عند الدليل ونأخذ اتصال من العاصمة. أمين من العاصمة. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم الأخت الكريمة. مرحبا بك. الله يبارك، ما شاء الله. بارك فيك. نورتي الشاشة يا أختي الكريمة. شكرا، بارك الله فيك. والسيد ثاني اللي معك الأستاذ. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله الحمد لله. أم أمين عندك مداخلة أو سؤال أو ربما للمشاركة في الحصة؟ تفضلي رانا نسمعوا فيك. مرحبا. على حسب وسمعت الأستاذ بارك الله فيه واش كان يقول على الإنسان لازم يسامح ولازم. أنا تاني صارت أنا أرملة، ل5 أطفال. أرملة. زوج مريض. أرملة نعم. ل5 أطفال. نعم. وكان عندي زوج مريض 13 سنة هو مريض، 13 سنة هو مريض، ما يشوف ما يمشي. نعم. كانوا ناس هما اللي مدوا لي ما خلالي لا شهرية لا والو الزوج تاعي. نعم. الحمد لله يعني ربي ما خلانيش. نعم. بعباده يعني سخر لي عباد. الحمد لله. صح كانت عندي حاجة واحدة، كانوا كيشوفوني لابسة ولا كالية ولا شاربة شغل حاسديني. هاد الناس هاد العباد حسدوني على اللباس وعلى الأكل اللي يجيبوه لي. نعم. حتى ولاو يقولوا بلي هذه راهي عندها. نعم. وانا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خلالي لا مدخول لا والو، خلالي ربي سبحانه عز وجل. نعم والله يا اختي الكريمه. سما هما يجيبوا لك يعني باش يساعدوك ومن بعد يحسدوك على هذيك النعمه. امين. حسدوني على كلش، على لباس على كلش. نعم نعم. ولكن الناس كتمد لي هكذا حتى ولاو يقولوا لهم هذيك راهي عندها. نعم. وانا والله العظيم عندي ربي سبحانه عز وجل. نعم. نحب شغل نقول هكذا نغضب، شغل يوجعني قلبي وشغل حاجه تغيظك. انا بانيش شغل شي صعيب، وانا ما خلالي لا بونسيون لا والو. انا رفدت ملابسي لوجه الله. نعم. انا رفدت ملابسي والحمد لله. بارك الله فيك امين. وخدمت عليه وربيت الاولاد والحمد لله. ونطلب ان شاء الله نساء ثاني الجميع اللي عندها الزوج تاعها مريض ولا اللي عندها اي مشكل في البيت تحلوا، يعني تقدر تحلوا بينها وبين ربي. نعم بارك الله فيك ربي كاين، ربي كاين حنين وكريم ما يخليش عباده. سبحانه. بصح انا دوكا كيما هاد الخطره جاو باش يجيبوا لي ناس، جابوا لي كبش حتى للباب ورجعوه للناس، رجعوه قالوا هذه ما تديولهاش الكبش عندها. نعم. وانا ما عنديش. انا علاش
نحب نلبس لربي ونلبس على بال ربي واش كاين، ما نخافش من الانسان لا جاي يقول عليا ولا يهضر فيا ولا. نعم. شغل غطني عمري. غطني عمري ما نكذبش عليك، بصح واش نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وعندي كلمة واحدة نقولها، لا إله إلا هو أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا هو أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بارك الله فيك أم أمين من العاصمة. نعم شكرا لك أيضا وعلى هذا الانشغال اللي طرحتيه في برنامج والصلح خير. أم أمين من العاصمة، يجاوبك فضيلة الدكتور سعيد بوزيري بالنسبة لهذه التساؤلات التي ربما أتعبتك أم أمين من العاصمة. نعم دكتور، نعود إلى الدليل. ما هو الدليل؟ دليل قول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. هذه نزلت بعد حادثة الإفك، قصة عجيبة جدا فيها عبر كثيرة. اقرأوا سورة النور. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. ما كاينش اللي ما يحبش باش ربي يغفر له. نعم. لذلك العفو هذه منزلة رفيعة ورجولة وفحولة ومقام سامق يناله الإنسان. نعم. لذلك رب سبحانه وتعالى قال: والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما قالش الأقارب والأرحام والجيران، قال عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. محمد من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي الكريم. يعيشك أختي. محمد من العاصمة، ربما عندك إشكال أو انشغال تعرض لبرنامج الصلح خير. تفضل محمد. شكرا. في الحقيقة كنت نشارك واحد زوج أشخاص في تجارة. ومن بعد جا وقت قسمنا. نعم. في القسمة ديالي صحت لي قطعة أرض. نعم. مشرية عرفي، يعني طبيعي تمري. محمد، مع من قسمت أخي؟ قسمت مع زوج شركاني. قسمنا مع زوج شركاني. شركة ماشي خاوة؟ شركة. لا ماشي خاوة. نعم. لا ماشي نعم. خاوة. نعم. واحد اسمه قريبي وواحد براني. نعم تفضل. الأرض هذه مكتوبة على زوج أشخاص هذو. على زوج أشخاص. نعم تفضل. والاسم نتاعي ما كانش في البابي تامري هذاك. كي قسمناه هما نقولوا صحت لهم اماكن اخرين وين الملك كان فيه وثائق ثابته، يعني نوطاري وكلش. نعم. تنازلت على حقوقي في الاراضي الاخرى. نعم. وهي المشكل تاعي بقى في التراب هذا اللي مكتوب عليهم. حتى الان. واحد منهم توفى، واحد مازال على قيد الحياه. دكتور ربي ما حبيت. وهذا اللي توفى خلى وصيه يقر فيها بلي هذه الارض ارضك ولا ما خلاش؟ لا ما خلى حتى وصيه. احنا قسمنا يعني بالتراضي هكذا تباركيتك يعني في الحقيقه. عندكم هكذا محضر ولو عرفي هكذا، يعني ان بي في محضر هكذا كتبتوا فيه هذا الكلام؟ والله يا شيخ والله قسمنا، لو كان نقول لك كيفاش قسمنا يعني املاك يعني كبيره لاباس بها. قسمنا بالقرعه اللي كانت مكتوبه نوتاريه، انا رحت عند النوتار كتبت لهم، واللي بقات لي يعني عرفي ما بقات هكذاك على اسمي باكيتك. قسمه بالقرعه. طيب لابد يا اخي محمد ان تترك هاتفك لان المساله تحتاج الى نعم. نعم. وهذا الثاني هذا الحي يعني لا ينكر هذه القسمه. لا ينكر الله ينكر. ماشي الحمد لله. اذا البشرى خير ان شاء الله. بشرى نعم. خير. لا ينكر. بارك الله فيك. نشكرك. رقم هاتفك. خلي رقم هاتفك محمد من العاصمة. سيتصل بك فضيلة الدكتور سعيد بوزيري مباشرة بعد نهاية برنامج والصلح خير، ولكن نحن في استوديو لم ننتهي بعد. دكتور توقفت عند والله يحب المحسنين. تفضل. نعم. دكتور. والله يحب المحسنين. إذا نعم. قلت ذكرت قول الله عز وجل أيضا في القرآن: لا تحبون أن يغفر الله لكم. نقول لك يا أختي لويزا مليح اللي يسمح، هذا واش نقول لك. نعم. والنصوص والنبي صلى الله عليه وسلم هو اسمح. نعم. اسمح في مكة كي راح لمكة فاتحا وتعرف القصة كيفاه ماته نافعا عني فاعل بكم قالوا خيرا إلى آخره، وبعدين قال اذهبوا فأنتم طلقاء. قصة طويلة إلى آخره. إذا مسألة العفو هذه حاجة كبيرة بزاف في شرع الله عز وجل، لازم نسامحوا. ثم استقبال ثمين غاول تمالويزا
الحمد لله يمي تسقسد السقسياكي خاطر يمي لا الخير تقوليم وين كمي الظلم ذيريث الا قادين بلي ظلم ذيريث ذيريث مليح وثيف غير ربي ولا نبي ولا المؤمنين، ولكن مادام تظلمض خير تظلمض ولا تظلمض. نعم. ثورة غاول تما يلهاوني تسميحا وقارن استقبالي ثاويني جاني جنجان اويني جاني جنجان هاث يمي السمحض شميني السمحض تساقي السبه باش ربي يديهذو تساقي السبه ذا باش نسى هذه السمحي وياض تساقي السبه هاث هذه الزميمانيس نشال هذه ريد ولاون واخد جاني مزوارين كما زديت ولاون الشبحن وذماون اويني جان ايجنجان. السؤال الثاني هي تقرف محو الأمية. نعم. وتجتهد في قراءة القرآن. نعم. وتلحن فيه أي تخطئ فيه. وكان اللي قالوا لها عندك ذنب. نعم. كي ما تعرفيش تقراي القرآن عندك ذنب. يا ونقول لك عندك أجر وعندك حسنات. نعم. أنت تعلمتي في محو الأمية، اجتهدي في قراءة القرآن حتى ولو أخطأت فأجرك ثابت. أنا عاميه. نعم. صافي لازم تقراي بالأحكام ولازم تاع الإدغام ما كاش تشجع دكتور والإظهار ودير ما تعرفيش. نعم. ما تعرفيش ما اجتهدي. نعم. ويظهر كل على الوسائل العصرية الحمد لله موجودة. واحد يكثر من الاستماع للأشرطة وكذا. نعم. ويتعلم يعني الكثير طالما يعني. عندها الإرادة. نعم. مادام الإرادة موجودة الله يبارك. فلا تتراجعي. ما عندك ذنب يعني. سبحان الله ما تثبيط العزائم يعني بدل أن تشجعي. نعم دكتور. لازم نقول لك مبروك عليك والكوراج ويعطيك من الصحة وكذا. وسيادة ذنوب ولتما الوزات سيادة الحسنات غير القرآن وذاه تجي غاس غلظض أكن تغريض ستمسنيين ما رب ذم يفك لاجر ذا مقران اكسغف لي وليم واللي الأدلة ذي الشرع يدينا محسوفين الدنيا كثيرة ورتساقوا ذا اجتهدي باش تسين أكثر تزمرثيم ماذا القرآن وتتسجر ربك متسجر إن شاء الله. نعم شكرا دكتور. إذن فاصل ثم نعود إلى أمين من العاصمة ثم محمد من العاصمة. نتواصل معكم عبر هذا الروبورتاج حتى نفتح الحوار والنقاش مع من يريد أن يعرض قضية مشكل نزاع خلاف في برنامج والصلح خير. تابعوا معنا. سيدة نعيمة باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على تال ولادي. حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار. كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. سامح انت الراضي. 6 أشهر سجن غير نافذة وحنا تعويض اولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمه تمت محاكمه ثانيه في المجلس برويسو. الطبيبه عطاوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص. عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا لأن كاين ضحايا خافوا قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. سامح أنت الراضي. في حالة ما الصلح تم مادام عندك موافقة مبدئية هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح أنا تم الصلح سي نورمال نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح قلت لك بالدليل هذيك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. سامح أنت الراضي. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر. وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد
تفاجئنا جانا محضر قضائي منا من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. سامح أنت الرابع. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. سامح أنت الرابع. إذا نعود إلى البلاتو ونعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بوزيري الرجل المصلح. ليواصل دكتور، توقفت عند أمين من العاصمة اللي قالت هي أرملة وعندها 5 أطفال وزوجتها كان مريض، يعني وقفت معها حتى توفى. تقول باللي الناس يعني يصدقوا عليها يعاونوها ومن بعد يقول يحبوا كاين اللي يحسدوها. كاين اللي يحسدوها. والله أولا هل تعتبر أولا هذه صدقة يجي منها الحسد؟ نعم. أولا أنت قلتي كلام حلو، قلتي ربي ما خلانيش. نعم. وإحنا لازم نعرفوا باللي ربي من أسمائه الحسنى الرزاق. يروى أنه واحدة من الصالحات مات زوجها وجاءها من يعزيها في وفاة زوجها. احنا نعرفوا الدري يقول لك عظم الله اجركم، الله يرحمه ويوسع عليه وكذا. فجت وحده تبكي وتدمع وتقول لكم من يرزقك بعد اليوم؟ شكون يجيب لك الرزق بعد اليوم؟ يعني زوجك مات، الرزاق مات اللي يرزقك. ولكن هذه المرأة المؤمنة قالت مجيبة تلك المعزية، قالت هذا زوجي ما عرفته إلا أكالا يأكل، فإن مات الأكال فإن الرزاق باق. سبحان الله. ربي هو اللي يرزق. ربي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وربي قال في سورة الذرية وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخره. إذا ربي ما خلاكش وما يخلي حتى واحد. حنا نقول بالدرجة اللي خلق ما يضيع. هذا من جهة. من جهة ثانية الناس اللي وقفوا معك جزاهم الله خيرا. جزاهم الله خيرا، يعني ساعدوك إلى آخره بكل ما يملكون، وهذا هو المطلوب. تكافل اجتماعي. وربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. والأوقاف التي تحدثنا عنها اليوم من مقاصدها تلبية حاجيات هؤلاء الناس. الأرامل والفقراء واليتامى والمساكين والمحتاجين والمرضى وإلى آخره. هذه من مقاصد الأوقاف. إذن اللي ساعدوا جزاهم الله خيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره، يقول في نهاية الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. الآن التعليق: لا يجوز شرعا لهؤلاء الذين يساعدون ثم يتبعون الناس الذين تبرعوا لهم بالمن والأذى. فالمن والأذى محرم في شرع الله عز وجل. لا يجوز واحد يعطي حاجة للأرملة ولا الفقيرة ولا يقول أعطيت لك. نعم. لا، ولا ربما يشيع الخبر وفي الناس وكذا. لا، ما يصح. وفي كل مرة نقول إذا تعلق الأمر بالعطاء لا بد من المحافظة على كرامة الإنسان. نعم. وربي قال ولقد كرمنا بني آدم، والفقهاء قرروا أن كرامة الإنسان في آدمياته. نعم. فهو مكرم. إذن هذا من جهة. وإذا جاء الأذى من غيرهم، يعني الناس تتبرع ويجوا ناس الآخرين سبحان الله ما يتبرعوش ولكن عندهم لسان يتبرعون بالكلمات. بالكلمات. نعم. بالكلمات. إذا شافوها لبست بالكلمات. إذا نعم. شافوها لبست. نعم. ولا كلات ولا في اللباس وفي الأكل يا سيدي علاه. نعم. فيه واحد حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يعني الله أكبر، يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني على هذا كل الناس تهتم، يعني ما عندهمش الشغل اللي يعسوا غير في الناس وهذا فلان فلان وفلان وكذا. وواحد جاب الكبش والاخر يوقف له بالمرصاد يقول ما تبرعش. عاود رجع الكبش دكتور. هذا يعني لماذا كل هذا؟ لماذا هم يقسمون رحمة ربك؟ يعني سبحان هذا الحسد.
وعلاش الحسد هذا موش مليح؟ لأنه هو ربي قال في القرآن ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد، نعم. نعم. يروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أنه فريت كاع المشاكل مع الناس ما عدا صنف واحد. شكون هذا؟ قال لك صنف الحساد. قال لك لأن الحاسد يتمنى زوال نعمتي. نعم. يعني هذا ما قدرش نفري مشكلة، هو يتمنى زوال النعمة. ما قدرش. وهناك دوغري زايد هذاك نعم. الحاسد الذي يتمنى ماشي زوال النعمة، نعم. زوال المنعم عليه. يعني يروح كومبلي، يروح كامل. يعني كي النعمة كي النعمة كي هو. نعم. لذلك الموضوع الحسد هذا ما عندوش مبرر. سبحان الله، الحسد هذا مرض كبير جدا. نقول لك يا أختي أمين، أنت وغيرك لازم واحد يتكل على ربي سبحانه أولا، هذا رقم واحد. ثانيا لابد أن يعلم علم اليقين بأن الله هو الرزاق. ثلاثة أنه يدعو بالمغفرة لمثل هؤلاء، وإذا وجد فرصة للنصيحة ينصحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النصيحة، نعم. كما نفعل الآن. مثلا حنا نقدم النصح، ليس إلا ما عندنا ولا سلطة على الناس، ولكن نقولوا يا الناس ما تحسدوش، لأن الحسد هذا راه العاقبة نتاعو عاقبة مريرة جدا وعاقبة محزنة وكئيبة جدا. ثم ما تهتميش بكلام الناس، أنت خدمي شغلك وربي ولادك وربي سترك ويسترنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. هكذا كانت الأجوبة بالنسبة لي أيمن من العاصمة، وفقك الله أيمن من العاصمة. نعود إلى محمد من العاصمة. دكتور، نعم. تجارة والقسمة مع زوج شركة، واحد توفى واحد مازالوا على قيد الحياة، ثم نمر إلى رسائل الوقف النسوي. نعم. هكذا دكتور. نعم. تفضل. لك الفضل يا أخي محمد. أولا لازم تعرف بعض الأمور الشرعية والقانونية. نعم. بالنسبة للشريعة أنتم درتم شراكة، يعني أسستم شركة. هذه الشركة أو هذه الشراكة انتهت بقسمة ما امتلكتم. نعم. وقسمتم بطريقة رائعة، طريق القرعة. يعني أكيد حددتم الحصص وكذا. نعم. وبعدين درتوا القرعة بيناتكم. الحصتان اللي صحوا هذوك أصحابك، يعني الشريكين توعك، أنت تنازلت عنهما، يعني وعندهم وثائق. إذن هما راهم هنيين من جهة الوثائق، عندهم ملكية موثقة. ولكن الحصة اللي صحتك أنت بالقرعة، أنت قلت درتو بابي تامبري. 3 دقائق دكتور. نعم. على بالك يا أخي أشرنا إلى هذا الموضوع أخي محمد فيما سبق. قلنا بالنسبة للعقارات، العقارات هذه الآن لا تثبت خاصة بعد 1970، وقد أشرنا إلى هذا مرارا. الآن القانون الجزائري اشترط شروطا معينة في نقل الملكيات العقارية. نعم. لا بد أن تحترم باش يكون عندك لاكت في يدك. وإثبات الملكية العقارية شرحناها فيما سبق مرارا. نعم. بالنصوص القانونية المبثوثة في القوانين الجزائرية الموضوعية المختلفة. نعم. فلا مجال للعودة لا من حيث الزمن ولا من حيث المنهج. درك نقول لك يا أخي، مادام تركت رقم هاتفك سنتواصل معك. وقلت أحد الشركاء حي لا ينكر ملكيتك. نعم. لهذه القطعة الأرضية. والثاني لم يترك وصية، ولكن هناك شاهد هذا موجود. نعم. أكيد إن شاء الله يكون عندك حل شرعي وقانوني بعد التواصل معك يا أخي محمد خارج البرنامج، إذا تيسر في هذه الليلة أو غدا إن شاء الله وقدر. نعم. رسالة أو رسالتان بالنسبة للوقف النسوي. نعم. تفضل. الرسالة الأولى نقول للأخوات السيدات المحترمات الأمهات والجدات والبنات، يلي عندكم أموال ديروا الأوقاف كما داروا الجزائريات فيما سبق. نعم. والأوقاف هي تنفعكم في الدنيا إن شاء الله تعالى، وربي يعلي مكانكم ومنزلتكم، وكذلك ينفعكم في دار الآخرة، في دار القرار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه رقم واحد. الرسالة الثانية، لا بد من تطبيق النصوص الشرعية والنصوص القانونية في الحفاظ
على الممتلكات الوقفية سواء كانت نسوية أو غيرها. الرسالة الثالثة: لابد ندعو جميع الذين اعتدوا على الممتلكات العقارية باش يرجعوا هذه الممتلكات بدون منازعات قضائية. رقم 4: ندعو إلى تطبيق جميع القوانين وكذلك جميع الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، ولا بد من حسن الاستثمار لهذا الوعاء الاقتصادي الوقفي في الجزائر. شكرا لكم. بارك الله فيك دكتور سعيد بوزري. دائما هكذا في نهاية الحلقة يثير بعض الرسائل. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات في برنامج والصلح خير. نلتقي بحول الله تعالى في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك.